يا مساء الورد والفل على المستمعين الجمال. اهلا بكم في الجزء الثاني من حلقة مين لعب في السيستم يا جدعان. من السيستم اللي باظ مننا ده. تعالى بقى اقول لك من الحاجات اللي باظت كمان في السيستم. يلا بقى نرحرح كده ونحكي. يعني غياب الاخلاق والشهامه واحترام الكبير. ايه ده يا بنت، عمله نادره ولا ايه؟ واحنا ليه بقينا كده؟ يعني ليه ايه اللي حصل فينا لما اشوف شاب قاعد في ترام عنده 16 سنه واقف قدامه واحد، انا شفتها بعينيا، واقف قدامه واحد عنده 70 سنه واقف بعصايه وهو بيبص له كده، يعني ان ده حقي، يعني انت اللي ما جيتش بدري. اللي هو يعني غير ملزم. احنا كنا بنقوم زمان عادي يعني. وانت شاب. لا ولا ما اقولكيش بقى، لما يعني احنا ما كناش نقدر اصلا نرفع صوتنا قدام اهالينا، ولا لما نلاقي حتى مدرس من المدرسين بتوعنا معدي في الشارع واحنا بنلعب كوره بنقف ونستنى ونسلم عليه، او حتى على الاقل يعدي. والله يا احمد لحد دلوقتي لا نقدر نرفع صوتنا، بشوف بقينا قد ايه. ولا مدرس لما اشوفه برضو كنت ببقى مكسوفه منه قوي، حتى لو قابلت دلوقتي مدرس. انا بقى كمدرسه لما بقابل حد في الشارع من الطلبه بتوعي الحقيقه بيسلموا عليا وهم ماسكين استجاره. دول سبور جدا، مش هين عليه يرميها. ما هو خلاص ما بقاش في حاجه بقى اسمها عيب ولا حرام، بقى في تبرير للعيب. ويتقال على الحرام، انت متخيل الحرام يتقال عليه ان كل الناس بتعمل كده عادي. بعدين برضو انا بحس ان في توجه خبيث كده في البرامج والتوك شو، ان بقوا يلعبوا في الثوابت اللي احنا اتربينا عليه، ومش الاخلاقيه بس كمان والدينيه على كله. يقول لك بقى ايه حريه، مين قال لك ان ده صح؟ دي موضه قديم. يا سلام، العيب والحرام بقى موضه قديمه كمان. بقى خدي عندك بقى السيستم اللي باظ واتضرب، اللي هو بقى الغش والفهلوه. كل واحد بيستغل التاني وعايز يحقق منه اكبر مكسب وخلاص. عارفه كده اللي هو كل واحد حاطط ايده في جيب التاني. هتقولي الناس بقت عندها جرأة ومش بتخاف من حاجه ولا بيهمها حد ابدا. زمان كان الضمير هو اللي بيوجهنا، وعندنا كده بوصله بتعرفنا ايه الصح وايه الغلط. تخيلي. هو عشان هو كان زمان في اختراع اسمه ضمير يعني. شوف دلوقتي المهازل اللي بتحصل في الثانويه العامه، وكمان كل سنه بكتشف بيخترعوا حاجات ازاي. حاجات اختراعات لوحده. بجد الله يكون في عون الطلبه اللي بتجتهد وتتعب طول السنه وسط اللي احنا بنشوفه ده. دول بينهاروا. ده انا شفت فيديو كده ان في واحده دكتوره بتطلع من ودن طالب سماعه صغيره قوي كده، يعني بتطلعها منه اتاريه هو كان بيغش بيها. تخيل. لا بقى خد الكبيره دي مش دكتوره، دي مامته. الله مامي شارياله السماعه. لا ده الموضوع كده بقى دخل في منحنيات اخرى. الاهالي كمان، يعني انت عارفه ان السماعه دي كمان وصلت سعرها من 4000 ل 6000 جنيه. ماما بتدفع بقى. طب ما احنا نوفر ونذاكر مثلا. يعني ايه المشكله في كده؟ لا ده بقى استغلال فظيع للتكنولوجيا. والله ربنا يستر على اولادنا. لا وخلي بالك بقى كمان العصفوره بقى اللي في الشغل اللي بيترقى بسرعه، ده سيستم لقى لوحده تاني تحت بند برضه الفهلوه، ان هو بيترقى بسرعه. ليه بقى؟ عشان شاطر في نقل الاخبار بقى وبس. العصفوره دي انت هتقولي عليها ده ناقص يعينوها رئيس قسم العلاقات العامه في الشغل. ولا الاشاعات وزمايل الشغل اللي بيتكلموا في ظهر بعض ويشوهوا صوره بعض. ايه ده؟ انت عارفه بقى كل السلوكيات دي كانت موجوده فعلا زمان، لكن كانت قليله قوي، وللاسف دلوقتي بقت هي الاكتر من السلوكيات الايجابيه جدا. انت عارف من كتر ما هي كانت قليله، كنا يعني صاحب السلوك السيء ده كنا بنحسه ان هو منبوس كده وسطينا وباين قوي وسطينا، وكنا بنتجنبه. فعلا التربيه بقت صعبه جدا 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 وسط كل اللي احنا شايفينه. الشباب بقى عنيد جدا، مش بيسمع الكلام، صوته عالي، كل شويه يقول لك براحتي كيفي كده. ثم دول الكلمتين اللي دايما اسمعهم، بل عملوها كمان اغاني. تهيألي انت بتسمعهم انا بشوفهم براحتي. لا بقى، وفي بقى السيستمز اللي هي ضربت بل انفجرت، الا وهي الحاجات الغريبه والمستفزه بقى، اللي هو الفن الهابط بقى. سيستم الفن دلوقتي تمثيل وغنى وكل حاجه بقت حاجه بصراحه للاسف تقرف. يا اختي والنبي يا احمد ما تفكرني بجد اللي احنا عايشين فيه ده. انا بقعد ساعات افتكر تمثيل زمان وغنى زمان، يعني مش زمان قوي، يعني تسعينات وبتاع. ايوه كان في كلمات وفي ناس بتحترم الناس اللي بتسمع الكلام ده، احترام كده ومتعه في الالحان والمطربين، تحس كده انهم واقفين يحترموا الجمهور. انا دلوقتي بقى بسمع اغاني غريبه، والحقيقه اسامي المغنيين اغرب، يعني بسمع اغاني
بتبقى اسامي غريبه يعني. لا انا بالنسبه لي لو بحاول ان انا يعني ارجع السيستم ده شويه، ارجع بقى لحاجتين، اتفرج على حاجتين عشان افصل من الفن الهابط ده. اتفرج على قناه ماسبيرو زمان او جميلة. سبيستون، والله يعني هم الحاجتين دول هم اللي بيفصلوني تماما عن المناظر الصعبه اللي انا بشوفها دي. ماسبيرو زمان تلاقي فيه لقاءات كده جميله ومحترمه وشخصيات راقيه، حتى لو الضيف اللي هو مستضيفه هقول لك شعبي شويه، بيحترم الحوار وبيحترم الناس اللي يعني بيسمعوه واللي بيحاورهم كمان. ماسبيرو زمان دي جميله، انا بحبها قوي خصوصا في رمضان، بحب اتفرج على فوازير نيلي هي وشريان. شغاله طول السنه على فكره. بس في رمضان بيجيبوا الفوازير اه ومش التفاهه اللي احنا بنشوفها دلوقتي بجد يعني. طيب وايه بقى الحل يا اميره في كل الانظمه اللي هي ضربت من عندنا دي، مش عارفين نعمل لها ضبط والله. مصنع؟ هنظبط ايه ولا ايه؟ يعني لا نملك الا الدعاء وربنا بجد يصبرنا. يعني احنا بقى نبتدي بنفسنا، كل واحد يعمل اللي عليه، ينشر يعني سلوك ايجابي، نشكر الناس، نضحك في وشهم، نساعدهم، نبدا بنفسنا، يمكن نلاقي اللي يعمل زينا. ومحدش يقول انا بس الوحيد اللي هبقى كده، لا ما دام انت صح يبقى كمل عليه. بالظبط. وفي بقى حل كمان بقى للسلوكيات الغلط دي، الا وهو تطبيق القانون. طبعا ان احنا ناس بنحب نطبق القانون بره البلد، لكن عندنا ما نعملش عليه. يعني انا عايز اقول لك مثلا مره على طريق الساحل لقيت حد طاير جنبي كده، العربيه كلها اسود في اسود وحرفيا مكتوب عليها بدل النمر باشا مصر. واو. وانا يعني طبعا ده ما حصلهوش اي حاجه يعني، ولا اتخذ مخالفات ولا حاجه، وانا كنت اتخذت مخالفه عشان حاطط الدوده الالوان دي ورا حجبت الرؤيه، خدت مخالفه يومها والراجل ده عدى كده من جنبنا. فعرفتي بقى ان القانون لازم يتطبق على الجميع، ما يتطبقش بس على الضعيف بس. اكيد طبعا. يعني شوف عندك مثلا حادثه بنات المنوفيه، آه. ربنا يا رب يرحمهم ويصبر اهاليهم. اللهم امين يا رب. اكيد الحادثه دي وراها اهمال شديد جدا، كل ده لازم يتقابل بحزم من الدولة. احنا مش هنقدر نمنع اقدار ربنا سبحانه وتعالى، بس نعمل اللي علينا علشان نقدر نحمي ارواح الناس على قد ما نقدر، لان احنا هنتحاسب على الارواح دي. اللي هو نظبط السيستم ونعمل له فعلا ضبط تاني من الاول، وكل واحد ياخد على قد اللي هو بيعمله غلط ويتحاكم عليه. اتمنى والله يا احمد. عشان كده عزيزي المستمع، احنا كده نكون وصلنا